اليوم غادي نهضر على ضريح واحد من أعظم نساء نتاع شمال إفريقيا ونتاع الأمازيغ، واللي نورمالمون نساء الأمازيغ يديروها قدوة ليهم. غادي نهضر على ضريح الملكة تينهينان. هذا الضريح هو المشهور بزاف في الصحراء، وكاين في جبال الهكار بعيد على تمراسات ب80 كيلو. هذا الضريح هو للملكة تينهينان، واللي هي معروفة أنها الأم نتاع الإيموهاغ المعروفين باسم الطوارق، وكانت معها الخادمة نتاعها أو أختها الصغيرة كما يقولوا أخت أخرين اللي تتسمى تكامات. الرواية تقول بلي كارافان نتاعها كان غادي يهلك، وبلي ما كانش عندهم الماكلة، بصح تكامات شافت النمل جاي معاه القمح والشعير، هي بقات تتبع في النمل من وين راه يجيب هذا القمح حتى وصلوا للأهكار لبلاصة أبالزة، واللي لقاو فيها الماء ولقاوها بلاصة شابة ينجموا يستقروا فيها. في سنة 1925 مشات بعثة متكونة من الأركيولوج الأمريكاني بايرن خون دو بروروك والأركيولوج الفرنسي موريس غيغاس، وهما اللي لقاو القبر نتاعها. الضريح كان متداور به 12 انتيميليوس والقبر نتاعها كان في الغرفة رقم 1 من الضريح. لقاو وقتها سكيلات نتاع الملكة تينهينان فوق بلاتفورم نتاع لوح مطرحة على دارها وراسها مقابل الشرق كما معظم الأهرامات الأمازيغية. السكيلات نتاعها يقولوا هو للمرأة طويلة عمرها 41 عام، كانت لابسة بزاف نتاع براسليات، 7 نتاع ذهب في ذراعها اليمين و8 نتاع فضة في ذراعها اليسار ومزوقة باللويز. لقاو معاها تاني ستاتو ودراهم وكاس نتاع زاج وكاس نتاع لوح، معاه مونوغرام نتاع قسطنطين ودراهم تعود للفترة الرومانية عليها صورة قسطنطين. في سنة 1933 الأركيولوج موريس غيغاس مشى عاود ودار حفرية على الشنابر الأخرين ولقى بزاف صوالح كيما بلاط في الشومبرا رقم 2 والشومبرا رقم 5. التحليل نتاع السكولات نتاع تينهينان يبين باللي كانت امرأة طويلة، طولها من 1.72 حتى 1.74، ويبين باللي كان عندها لومبارتروز يعني هشاشة نتاع الديسك تحاتها نتاع دارها، وهذا الشيء كان يسيف عليها تعرج، وهذا يوافق واش يقول توارق الهكار يسموا رواحهم تاني لي زونفون دو تيسكي، يعني أحفاد المرأة اللي تعرج بالتماشاك. التماشاك اللي هي اللهجة التركية تاع اللغة الأمازيغية. الحجم نتاع هذا الضريح كامل هو 26.25 متر في اللاكس الكبير نتاعه و23.75 متر في اللاكس الصغير نتاعه. ليبيسور نتاع الحيط اللي داير بيه هو من 1.4 متر حتى 3.7 متر، وارتفاعه هو 2 متر. الشومبرا رقم 1 واللي فيها كانت مدفونة تينهينان طولها 5.10 متر وعرضها 4 متر، وين كانت مدفونة تحت الأرض طولها 2.5 متر وعرضها 1.4 متر. في المدفونة لقاو آثار نتاع حصيرة وبقايا نتاع فوتوي نتاع لوح واللي عليه كانت متكسلة تينهينان. بزاف نتاع حيطان الشنابر مكتوب عليهم بالتيفيناغ، بصح بزاف منها ماشي باين مليح خاطرش الكتبة ولات باهتة وما ينجموش يقروها مليح. هاد العفسة في البني يعني ضريح في بزاف تاع الشنابر شفناها من قبل في أهرامات الجدار، وشفناها تاني في الموزولين تاع سيكا تاع الملك سيفاكس، واللي كانوا الأمازيغ يستعملوها كي يبنوا المعالم نتاعهم ويستعملوا شنابر الآخرين في طقوسهم الجنائزية. في عام 1978 كانت كاينة بعثة أخرى للمعلم مشاركة فيه لا ديريكسيون دي موزي داركيولوجي تاع الجزائر، وبعثة ألمانية يترأسها الأركيولوج كريستوف برنار روغر،
وداروا مسح طوبوغرافي جديد على المعلم. تينهينان كما يقولوا الإيموهاغ توارق كانت مرأة شابة بزاف، وكانت طويلة ووجهها صافي، بشرتها ضاوية، عينيها كبار ونيفها رقيق. مظهرها كان تاع هيبة وكاريزما كبيرة وسلطة في نفس الوقت. كانت شابة. اسمها يعني بتمازيغت بلهجة تماشاك اللي تهاجر أو اللي تتنقل. الملكة تنهينان كتبوا عليها بزاف خاطرش كانت ملكة عظيمة، وبزاف نتاع الكتاب تأثروا بقصتها، واللي منهم بيير بينوا واللي كتب الغومون تاعه أطلانتيد اللي تباع منه 1,722,000 نسخة، وداروا فيه، واللي هذا كان في القرن العشرين، وربح تاني لو غران بري دو رومان دو لاكاديمي فرونسيز. وجسد فيه شخصية تنهينان في الشخصية تاع أنتينيا، واللي داروا على هذا الرومان بزاف تاع الفلومة والمسرحية التانية. كاين بزاف تاع الصوالح ينجموا يتعلموها بقية الأمازيغ من التوارق عموما ومن المرأة الترقية. المرأة الأمازيغية تاع شمال إفريقيا يمكنها تدي المرأة الترقية كمثال. المرأة الترقية مثلا عندها الحق في التزويج وتطليق نفسها، وهي مركز تاع العائلة. وحتى الإيموهاغ أمازيغ توارق ينسبوا نفسهم لمواتهم ماشي لبواتهم. والمرأة ماشي عيب كما في المناطق الأخرى، بل بالعكس هي مفخرة عندهم وعندها كلمة كبيرة. وحتى الراجل اللي يدخل يعيش مع خيمة المرأة، لأن الخيمة هي ملك ليها، يعني كي الراجل يتزوج بالمرأة هو اللي يمشي للخيمة تاعها، والخيمة هذيك وين يكونوا ساكنين في زوج هي ملك للمرأة. La femme chez nous c'est le pilier de la société et on le dit, mais en réalité c'est dans toutes les sociétés du monde que la femme est le pilier, mais on ne le fait pas voir parce que les hommes ne veulent pas. Mais dans notre société, nous sommes les pantalons de l'homme. Et chez nous aussi, on fête le divorce. Quand la femme elle est divorcée, la famille, les amis, les cousines, elles font une très grande fête pour rendre jaloux à l'homme. Et les autres hommes viennent autour d'elle. Et donc si son mari l'aime encore, il va envoyer la famille pour qu'elle revienne. C'est pour cela chez les Touaregs on fête le divorce. كاع هذه المكانة هي نتاج أن الإيموهاغ هاجروا إلى الجنوب قبل ما تدخل المسيحية والإسلام لشمال إفريقيا. حافظوا على المكانة اللي تتمتع بها المرأة عند الأمازيغ، وعكس الأمازيغ الآخرين اللي تأثروا بالثقافات الشرقية المسيحية والعربية الإسلامية اللي تعتبر المرأة عيب. الإيموغاغ ما زالت عندهم المرأة شيء مقدس وحر. كاين بزاف تاع الصوالح ينجموا يتعلموها بقية الأمازيغ من الإيموغاغ عموما ومن المرأة الترقية خصوصا. المرأة الأمازيغية تاع شمال إفريقيا تنجم تدي المرأة الترقية كمثال لها، وما تحتاج حتى تدي المرأة الغربية كمثال، خاطرش المرأة الشمال الإفريقية غادي تستعيد برك مكانتها اللي كانت عند جداتها قبل عصور التخلف. هذا واش بغيت نقول. ثانميرت وشكرا. فيديو واحد كيما هذا ينجم يدي مني خدمة تاع سوايع حتى تاع سيمانات. ما نجمش نخدم فيديو كيما هاك في نهار ولا في يومين، مي جينيرالمون تدي مني حتى ل2 سيمان. انت اللي راك تسمع هذا الفيديو واذا كنت مهتم بالثقافة تاع لافريك دي نور والثقافة الأمازيغية وتظن باللي فيديو كيما هذا ينجم يزيد الوعي، تنجم تعاوني برك بنشر هذا الفيديو مع أصحابك. شكرا لكم وميرسي.